قبل ما نبدأ ما تنسوش الدعاء لإخوانكم بأن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان. السلام عليكم. كنت ماشي في الشركة من يوم من الأيام ومرة واحدة وقعت واتخبطت رجلي في الترابيزة. مسكت نفسي من كتر الوجع وقلت ياه، يا ريت الواحد ما يحسش بالألم ده الواحد تعب كل شوية اتخبط. وفي مرة كنت بصلح الترابيزة وبدق بالشاكوش، بدل ما ادق المسمار دقيت او الشاكوش نزل على ايدي، صرخت برضو وقلت والله ما انا عامل حاجة. طب هل ممكن الواحد يعيش من غير ألم؟ بس بعدها وقفت وفكرت، هو انا فعلا عاوز كده؟ يعني تخيل كده انك تمشي ما تحسش بالألم نهائي، لا وجع ولا خبط ولا صداع ولا وجع ضرس لما تاكل ايس كريم. شكلها حياة مثالية، حياة حلوة صح؟ بس الموضوع اخطر بكده بكتير يا معلم. الوجع اللي احنا بنكرهه ده هو اللي منقذنا. هتقول ازاي؟ الألم ده انذار، جرس بيقول لجسمك ان في حاجة غلط هنا، لازم تصلحها قبل ما تتدمر. فتعالوا نفكر سوا مع بعض، ايه اللي ممكن يحصل لو الانسان فعلا ما بقاش يحس بالألم ابدا؟ هل دي هتبقى نعمة ولا لعنة في شكل راحة؟ اهلا بيكم في قناة سؤال ومعلومة، معاكم مصطفى بسيوني. النهاردة هنجاوب على سؤال: ماذا لو لم تشعر بالألم ابدا؟ بس لو لسه جديد في القناة حبيبي احب اقول لك نورتنا. ما تنساش بقى تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس وتحط لايك عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. يلا بينا. بص يا صديقي، انا هكلمك من اخ لاخوه. الالم مش مجرد وجع وخلاص، دي لغة جسمك اللي بيكلمك بيها لما يوصل او يحس ان في اي حاجة غلط. يعني لما تتخبط او تتعور او حتى تاكل حاجة سخنة جدا، في اشارات عصبية بتتحرك بسرعة رهيبة من مكان الاصابة لدماغك علشان تقولك يا نجم في خطر هنا، ابعد فورا. فالالم في الحقيقة مش عدوك، ده اقرب صاحب ليك. بس احنا دايما اللي بنكرهه علشان احساسه وحش، لكن لو الالم اختفى جسمك هيبقى في خطر مستمر، لانك مش هتحس ان في حاجه غلط بتحصل. تخيل كده انك حطيت ايدك في النار او ايدك بتولع ومفيش احساس، عادي هتسيبها كده عادي لغايه ما ريحتها تطلع وتتحرق وانت مش واخد بالك من اي حاجه، عمال تتفرج عليها كده وخلاص. وده بالظبط اللي بيحصل لبعض الناس اللي عندهم مرض نادر جدا اسمه عدم الاحساس الخلقي بالالم. الناس دي فعلا ما بتحسش باي وجع، لا من جرح ولا من كسر ولا من حراره ولا من حتى كهرباء. ناس خارقين، بس النتيجه اجسامهم دايما فيها اصابات خطيره وهم مش واخدين بالهم، وممكن تأثر عليهم على المدى البعيد. السوبرمان اللي ما بيحسش بالألم بيتعور كتير من غير ما يعرف، ممكن يكسر ايديه وهو بيلعب ويربطها بحتة قماشة ويكمل لعب عادي ويمشي بيها مكسورة كأنه عادي لحد ما العظم يلحم غلط أو يتشوه تماما. الأطفال اللي عندهم المرض اللي احنا قلنا عليه من شوية ده مثلا بيعضوا نفسهم وهم صغيرين من غير ما يحسوا، فيعضوا لسانهم أو شفايفهم أو حتى صوابعهم ويبقوا متأذيين جدا وهم مش حاسين بأي حاجة. وكمان لما الجسم يجي يحمي نفسه من البرد أو السخونة، الألم هو اللي بيقول له غطي نفسك او ابعد عن النار. لكن من غير الالم هتفضل في الشمس لحد ما تتسلخ وانت مش حاسس اي حاجه، او ممكن تدخل مكان ده وتتعرض للتجمد وتموت وانت مش واخد بالك اصلا. يعني ببساطه غياب الالم مش راحه، ده انتحار ببطء. ربنا سبحانه وتعالى خلق جسم الإنسان بنظام دقيق جدا، الأعصاب اللي بتنقل الألم ودي عبارة عن مستقبلات صغيرة جدا منتشرة في الجلد وكل مكان في جسمك، وظيفتها إنها تلاحظ أي ضرر بيحصل وتنقل الإشارة فورا للمخ. فالمخ بيدور أو بيرد عليك، خلي بالك في خطر هنا. يعني لما تتعور الألم مش العقوبة، الألم هو التحذير، وده اللي بيدينا فرصة نتصرف بسرعة قبل المصيبة ما تكبر. لو الألم مش موجود يبقى أنت ما عندكش جي بي اس للجسم. تخيل عربيه ماشيه من غير عداد حراره ومن غير لمبه زيت ولا اي تحذير، اكيد هتبوظ وتعمل حادثه وانت مش واخد بالك. ونفس الفكره دي بالظبط بتحصل في جسمك لما الالم يختفي. في حالات حقيقيه اسمها دوكمنت، دي حالات موجوده في الطب، الناس ما بتحسش بالالم نهائي، زي بنت اسمها الشا بلوكر، معرفش انا قريت اسمها صح ولا لا، بقول لي في الكومنتات. من امريكا البنت دي طفلة عندها 3 سنين اتكوت بالنار وما صرختش ولا بكت، وامها شمت ريحة حريق لحد ما اكتشفت ان جلد بنتها بيتحرق وهي ما بتحسش. الناس دي حياتهم جحيم، بيتعوروا طول الوقت وبيعيشوا تحت مراقبة مستمرة علشان ما يأذوش نفسهم من غير قصد. في ناس منهم فقدت اطراف بسبب الجروح المتكررة اللي ما خدوش بالهم منها، يعني اللي كنا فاكرينه نعمة طلع نقمة. الألم مش جسدي، ده كمان بيلعب دور نفسي مهم جدا. الألم بيعلمك لما تتوجع من حاجة تتعلم ما تكررش نفس الغلطة، زي الطفل اللي لمس النار مرة مش هيلمسها تاني لأنه عقله ربط النار بالألم. من غير الإحساس ده مش هنتعلم ومش هنفهم يعني إيه نحافظ على نفسنا. وكمان الألم النفسي زي الزعل أو الخسارة أو تحس إنك وحيد هو اللي بيشكل شخصيتنا، بيخلينا نحس بالناس ويخلينا نقدر أو نقدر الراحة لما تيجي بعد التعب.
يعني حتى على مستوى المشاعر من غير الألم مش هتفهم معنى السعادة. مثال بسيط، تخيل انك كده بتلعب كورة وجه مدافع غشيم وقعك وقعة جامدة على ركبتك، او مثلا رحت الجيم وجريت وضغطت جامد على المفاصل لغاية ما الركبة باظت اصلا. تخيل انك تاكل اكل سخن او تشرب حاجة سخنة ولسانك يتحرق وما تحسش، فتفضل تاكل كده طول اليوم ولسانك عمال يتدمر وانت مش عارف تتكلم. حتى المرض، لو جالك الالتهاب او فيروس اتنقل من حد لحد عن طريق عطسة مثلا، مش هتحس بأي أعراض عادي ولا كأني في أي حاجة، فتفضل سايب المرض يجري في جسمك لحد ما يدمر الأعضاء وانت ما بتحسش. يعني من الآخر الألم هو اللي بيخلينا نعيش بحذر ويخلينا نحافظ على جسمنا. سؤال او حاجة بسيطة اخيرة، الالم مش نقمة، ده انذار من رحمة ربنا. كل وجع بتحسه بيقولك خلي بالك في خطر، خد بالك من نفسك. ولو فهمت الرسالة دي هتكتشف ان حتى الوجع هو جزء من نعمة الحياة. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. لو وصلت لنهاية الفيديو احب اقولك نورتنا في القناة، وكان معاك مصطفى بسيوني. منساش بقى تعمل اشتراك ولايك من عمك اللي طاير في السما بيقولك اعمل اشتراك للقناة. سلام.